اهلا بيك في الحلقه الثالثه من حلقات الانضباط الذاتي. دي سلسله مكونه من 6 حلقات، كل حلقه بيكون لك فيها مهمه عشان توصل للانضباط الذاتي اللي هو الطريق الوحيد للنجاح، مفيش منه شورت كاتس، مفيش طرق مختصره منه. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا بصيغه عدوانيه شويه، قلنا ازاي تخش الحرب وازاي تبني عدوك وازاي يكون عندك غرور. لا، الحلقه دي هنتكلم عن حاجه ايجابيه شويه. هنتكلم عن حاجتين. اول حاجه اسلوب الثواب والعقاب، هعرفك ايه هو الاسلوب ده وازاي ان انت تطبقه على حياتك بحيث ان انت تنتج اكتر. تاني حاجه هنتكلم عن الامتنان، ان انت تقدر النعمه اللي معاك وتعرف قيمتها الحقيقيه. فاكر زمان وانت صغير لما كنت لسه تخش في ابتدائي كده، الحاج يقول لك بص لو ذاكرت وجبت لي درجه حلوه السنه دي هجيب لك اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ تقول له عايز عجله مثلا، وبالفعل لو انت جبت درجه حلوه بيجيب لك العجل. العكس لو انت جبت درجه ما تعجبوش بتلاقي الحاج بقى وشه قفل وقفل عنك المصروف ومفيش نزول. كده الحاج باختصار طبق عليك قانون اسمه الثواب والعقاب. هو اكيد ما كانش عارف، بس هو دي قانون فطري. ما تسأليش بالقانون ده لان القانون ده هو اللي ماشي الكون كله. في الطبيعي لو انت راجل صالح بتعامل الناس كويس هتخش الجنه، عكس كده هتخش النار. فالقانون ده اللي العالم كله ماشي عليه اساسا. فانا مش بكلمك على حاجه اللي هو جربها يمكن تنفع، انا هكلمك عن اسلوب الكون كله ماشي عليه، يعني 100% صح. تعال الاول اقول لك على الطريقه الشائعه اللي بيستخدموا بقى القانون ده. بيقول لك ان لو حاجه انت مش بتحبها او المفروض ان انت تعملها ومش عايز تعملها، اربطها بحاجه انت بتحبها. هديك مثال، لو انت مثلا مكسل تروح جيم فيقول لك خلاص انزل الجيم وبعد الجيم اشتري لنفسك بيتزاي. وكذلك مع كل حاجه بقى، طبق القانون ده على كل حاجه. ما بتصليش بعد كل صلاه اعمل لنفسك كوبايه شاي. بذمتك لو انت جربت الاسلوب ده اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اللي حصل، ومش لازم تجربه. انا كيحيى جربته وبقول لك ان الحوار ده مش عملي خالص. ده بالعكس، ده انا ساعات كنت بعمل الحاجات اللي انا المفروض اعملها اصلا وبكسل ان انا اخد المكافاه. المفروض ان انا اخلص الحاجه دي وبقى مشتاق المكافاه. ما كانش بيمشي الاسلوب ده خالص. فالاسلوب ده مش فعال خالص. القانون هو صح بس طريقه استخدام القانون ده هي اللي غلط. تعالى بقول لك على الطريقه الصح ليه. بص احنا هنطبق نفس القانون بنفس كل حاجه، بس هنلعب في المكافاه دي شويه بحيث ان هي هنغيرها من حاجه انت يا دوب بتحبها او بتعملها كل فين وفين لحاجه انت كده كده هتعملها او مضطر كمان تعملها. اديك مثال، بص ده مثال حقيقي انا عشته. انا بقالي بتاع حوالي سنه ما بفوتش ولا يوم تمرين، حتى يوم الراحه بتمرن فيه. بس جت فتره عليا كنت زهقان من الحوار ده، بس كان لازم برضو ان انا اتمرن كل يوم. فببتدي بقى من اول ما اصحى اللي هو افضل وقت المفروض ان انا اتمرن فيه اصلا، لا كنت بفضل اخر لحد قبل ما انام بقى عشان ما انامش واكون انا كده ما اتمرنتش. كنت بتمرن فاكيد التمرين كانت بتبقى وحشه لانها كده كده اصلا تعبان ورايح انام، فاكيد التمرين مش هتبقى كويسه يعني. فكان هو ايه اي حاجه كده خلاص. لحد ما جت في دماغي قلت اما اجرب طريقه جديده، انا ممكن اربطها بحاجه انا مضطر ان انا اعملها. اديك ايه اللي انا عملته بالظبط، مع ان انا مش عارف هو ده جسديا صح ولا غلط، بس ده اللي مشي وده اللي هيفيدني فلازم اعمله. ربطت التمرين بالفطار او ان انا اكل اساسا. فمن اول ما اصحى مفيش لقمه هتتحط في بوقي الا لما اتمرن. بالكتير قوي الفتره اللي انا قعدت فيها على القانون ده كنت بقعد حوالي نص ساعه بالكتير قوي، وغصب عني هتمرن. اصلا ماشي مش هتمرن، يلا هتاكل ايه بقى؟ اكيد مش هقدر اكمل اليوم كله وانا ما باكلش يعني. فكان غصب عني بتمرن. فالفكره كلها ان انت تربط الحاجه اللي انت عايز تعملها او محتاج تعملها لحاجه انت مضطر لها. يعني انت عايز تروح تتمرن خلاص اربطها بالفطار. عايز وراك صلاه ما بتصليهاش اربطها مثلا بان انت تمسك الموبايل. اربط الحاجتين دول ببعض. انما اسلوب المكافاه بعد ما تخلص دي هتشتري لها حاجه هتكسل اساسا مش هتحبها. مش شرط بقى مع حاجه ضروريه انت بتعملها كده كده اساسيه في يومك، دي ماشي جزء، والجزء التاني حاجه انت تكون خلاص تعملها مكافاه انت كده كده هتاخدها. يعني مثلا انت قاعد في البيت لقيت حاج دخل عليك ب 2 كيلو مانجا، يلا بقى ناكل كلنا. لا مش هاكل المانجا دي الا لما اروح اتمرن. اربط دايما الحاجات دي ببعض. ماشي مع نفسك كده حبيت تشتري ايس كريم عشان الدنيا حر، لا مش هشتري ايس كريم الا لما اخلص مثلا الشابتر اللي عليا. اربط الحاجتين دول ببعض هتلاقي ان انت دايما بتنجز. انت مش عشان تنجز الحاجه، لا انت عشان عايز المكافاه. ده الاسلوب الصح، الاسلوب الثواب والعقاب للقانون. الثواب والعقاب. طيب دلوقتي انا عرفتك ايه القانون وازاي تستخدمه وازاي تطبقه على كل حاجه في حياتك بحيث ان انت تنتج وما تكسلش. جينا للجزء الثاني من الحلقه اللي هنتكلم فيه عن الامتنان. دلوقتي كلمتك عن القانون الثواب والعقاب وازاي تستخدمه على كل حاجه في حياتك. هنتكلم على تاني حاجه وهي الامتنان. الامتنان باختصار ان انت تعرف القيمه الحقيقيه للحاجه اللي معاك. انا كيحيى مقتنع ان الحاجه اللي انت عندك منها كتير مستحيل تكون حاسس بقيمتها الحقيقيه. لو انت مولود مليونير من عيله مليونيه عمرك ما تحس بقيمه الفلوس. ليه؟ عشان انت ما تعبتش فيها. عشان انت ايه
ما تعبتش فيها. يبقى انت لما انت كنت بتتمرن علشان تاكل الحاجه او عشان تاكل مثلا الايس كريم كذا، فانت تعبت عشان توصل للايس كريم، فانت بالتالي هتحس بقيمته. فاحنا كده اكتشفنا ان الحلقه دي كلها اصلا دايره مقفوله في بعض. انت حسيت بقيمه الايس كريم لما تتعب فيه، طب امتى انت بتحس الامتنان او بقيمه الايس كريم؟ لما بتتعب. فهي كلها دايره على بعضها، يعني تقولها زي عرضها، الاجنبي بيقول ايه، كلها لفه على بعضها، انت مش شغال معاها حلو. فانت مش هتحس بقيمه الحاجه اي حاجه الا لما تتعب عشانها. صدقني الايس كريم اللي انت ذاكرته واتمرنت عشان تجيبه طعمه احسن بكتير من الايس كريم اللي انت يا دوب فكرت قمت رحت جبته كده على طول. صدقني لان ده انت تعبت وحسيت بقيمته فعلا، حسيت ان انت تعبت عشان تجيبه. تعالى بقى الخص لك الكلام ده كله. اول حاجه قانون الثواب والعقاب، قلنا ان انت تربط اي حاجه انت عايز تعملها بحاجه انت كده كده غصب عنك هتعملها، زي الاكل والشرب، زي ان انت تمسك الموبايل، زي اي حاجه انت كده كده بتعملها في يومك. تاني حاجه الامتنان، ان انت ما تاخدش حاجه الا لما تتعب عشانها. وهم اصلا الاثنين يعني واجهين لعمله واحده، انت لما تعمل ده هتعمل ده. جينا لاهم نقطه في الموضوع ده كله، اللي ما يخليش الكام دقيقه اللي عدوا دول ضايعين من وقت، اللي فعلا ليهم لازمه. المهمه دي بتاعت الحلقه دي صعب، مدتها 4 ايام، بس هدفها ان هي تحسسك باكتر حاجه انت ناسيها. ايه هما؟ الاكل والشرب. على مدار ال4 ايام دول انت مش هتعيش غير على عنصرين بس، الميه والعيش. والسبب اللي خلاني اختار الحاجتين دول سببين. اول سبب لان هي حاجه ملهاش لا طعم ولا ريحه ولا في منها متعه ولا حلوه اصلا في اكلها لوحدها كده. تاني حاجه لان هم دي الحاجات الاساسيه اللي هتخليك عايش، اللي على الاقل اللي هيخلوك عايش. وانا عارف ان التحدي صعب وصعب جدا كمان، لكن انا قدامك اهو عملته، وانا بني ادم زيك، يعني مفيش قدره الهيه جات لي عشان اعمل التحدي ده. لكن صدقني بعد ال4 ايام دول انت هتاكل الاكل ولا اكنك كلته ابدا طول حياتك. اي اكل انت زهقان منه او كنت اصلا مش مستطعمه هتلاقي ان هو نعمه، وساعتها هتكون ممتن للقمه العيش اللي في ايدك. التحدي صعب، بس طالما انا قدرت وانا بني ادم فانت كمان هتقدر. لكن هو صعب عشان اصلا الوصول للانضباط الذاتي صعب جدا، لكن بمجرد ان انت توصل للانضباط الذاتي خلاص كده انت شرخت ناحيه النجاح. يا صالح، الحلقه بتاعت النهارده وانت عرفت مهمتك. ارجوك ما تخليش الكام الدقيقه اللي عدوا دول يكونوا وقت ضايع من وقتك، وخلص الفيديو وانوي ان انت من بكره هتطبق المهمه بتاعتك. لو عجبك المحتوى اعمل لايك عشان غيرك يستفيد، اشترك في القناه. يلا سلام. تقريبا اعمل لايك. تقريبا انا بقول اعمل لايك. تقريبا اصلا حته عشان